بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بأصدقائي ومتابعيني على قناتي على اليوتيوب. أهلا وسهلا بأصدقائي وطلابي طلاب المرحلة الإعدادية بصفوفها الثلاثة المختلفة. درسي اليوم بعنوان السلالات البشرية في العالم، وهو درس يخص الصف الثالث الإعدادي. وده درس عندهم في قسم الجغرافيا من مادة الدراسات الاجتماعية من المنهج المقرر عليهم هذا العام. أدت الحركة السكانية منذ فجر التاريخ عبر الأوطان والقارات إلى ظهور السلالات البشرية المختلفة وكذلك اختلاطها. ما المقصود بالسلالات البشرية؟ وما السلالات البشرية الرئيسية؟ وما السمات المميزة لكل منها؟ وما نتج عن اختلاط السكان؟ هذا هو ما سنعرفه في درسنا اليوم بإذن الله تعالى. فابقوا معي حتى أتم هذا الفيديو، ولا تنسوني في اللايك والشير والاشتراك على القناة حتى تعم الفائدة على جميع الطلاب بإذن الله تعالى. الأول عايز أعرف يعني إيه سلالة بشرية. السلالة البشرية هي مجموعة بشرية تتشابه في صفاتها الجسمية الخارجية، يعني مجموعة بتشبه في الشكل الواحد، زي عندنا الأوروبيين بيتمتعوا بشكل واحد، الأفارقة بيتمتعوا بشكل واحد، دي بتسمى سلالة. تمام. ازاي نشأت السلالات البشرية؟ في أواخر عصر البريستيوسيين، تمام، انتشر الإنسان في قارات العالم، وخاصة قارات العالم القديم اللي هي أفريقيا، آسيا، أوروبا. ومع استقراره في البيئات المختلفة، طبعا كل بيئة تختلف عن التانية، البيئة في أفريقيا خلاف البيئة في آسيا خلاف البيئة في أوروبا، بدأ يؤثر فيها ويتأثر بها، فظهرت اختلافات في الصفات الوراثية بين البشر، من حيث زي ما قلت لكم في أول الفيديو: لون البشرة، طول القامة، حجم الرأس، شكل العين والأنف. ومن هنا نشأت السلالات البشرية. هنيجي للسلالات البشرية وهنعرف هي كام جزء بالظبط. تنقسم السلالات البشرية إلى 3 سلالات، وهي السلالة القوقازية، ودي بتمثل نسبة 40% من سكان العالم، 50% من سكان العالم. والسلالة الزنجية، ودي بتمثل 10% من سكان العالم. وأخيرا السلالة المغولية، ودي بتمثل 40% من سكان العالم. كده عرفنا السلالات والنسب بتاعتها، وهنشرح كل سلالة على حدة. أولا السلالة الزنجية، وهي الأقل انتشارا بين سكان العالم. تعالوا نعرف مميزات السلالة الزنجية. السلالة الزنجية البشر بيتمتعوا بالبشرة الداكنة، الأنف العريض، الشعر المجعد، الشفاه الغليظة. دي 4 مميزات بتتمتعوا بهم أصحاب السلالة الزنجية. طيب نسبتها، احنا قلنا ان نسبة هذه السلالة بتمثل 10% من سكان العالم. توزيعتها تتوزع فين؟ تنتشر في قارات العالم المختلفة، بس بتتركز في قارة أفريقيا، خاصة قرب دائرة الاستواء، ويمثلون 70% من سكان قارة أفريقيا و75% من زنوج العالم. توجد فين كمان؟ بتوجد في آسيا، في جنوب شرق الهند، وبتوجد في استراليا. تمام؟
أوروبا أصبحوا يمثلون نسبة كبيرة. الزنوج بيمثلوا نسبة كبيرة جدا من سكان دولة أوروبا، لأن معظمهم هاجر إلى الدولة الأوروبية واستطاع أن يحصل على جنسيات الدول هناك. وهنلاقيهم برضو في الأمريكيتين، حيث تعرض الكثير من الزنوج في العصور قبل اكتشاف الأمريكيتين إلى الهجرة القسرية والإجبارية ضمن تجارة العبيد التي كانت سائدة في الماضي. طيب، حد يقول لي ليه تم تهجير قسري أو جبري للزنوج من بلادهم إلى الأمريكيتين؟ هقول له للعمل في مزارع القطن وقصب السكر والتبغ التي أنشأها الأوروبيون والأمريكيين. طيب، إيه أقسامها الزنوج دول يا ترى؟ هم نوع واحد ولا منقسمين؟ لا طبعا منقسمين. هنلاقي الزنوج السودانيون، وهنلاقي البانتو، وهنلاقي الحاميون اللي هو الجنس الحامي، وهنلاقي الأقزام، وهنلاقي البوشمان. يبقى هما 5 أقسام: زنوج سودانيون، وبانتو، والجنس الحامي، والأقزام، والبوشمان. دي 5 أقسام داخل السلالة الزنجية. وبكده نكون خلصنا السلالة الزنجية. نخش على السلالة الثانية، وهي السلالة المغولية. برضو هناخد مميزاتها. هنلاقي البشرة بتاعتهم صفراء، عيونهم منحرفة، شعر أسود مسترسل. طيب، دي نسبتها قد إيه في سكان العالم؟ نسبتهم 40% من سكان العالم. طيب، بما تفسر ازدياد نسبة الجنس المغولي عن 40% من سكان العالم؟ أقول له لأن النسبة الكبرى من سكان الصين ودول جنوب شرق آسيا، واللي هم أكثر دول العالم انتشارا وتوزيعا للسكان، ينتمون إلى السلالة المغولية. تمام كده؟ كده تمام. يبقى كده عرفنا ليه السلالة المغولية نسبتها عدت 40% من سكان العالم. طيب، توزيعة السلالة المغولية دي ألاقيها فين؟ يعني السلالة الزنجية أنا لقيتها في أفريقيا، ولقيتها في جنوب شرق الهند، ولقيتها في أستراليا، ولقيتها في الأمريكيتين، ولقيتها في أوروبا. طب السلالة المغولية دي ألاقيها فين؟ هنلاقيها في آسيا، في الصين، اليابان، كوريا، منغوليا، سيبيريا، دول جنوب شرق آسيا عموما. وبرضه بنلاقيها في بعض دول الأمريكيتين، اللي هي أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. طيب، أكيد دي برضه بتنقسم زي ما حضرتك قسمت لي السلالة الزنجية، أكيد هتقسم لي السلالة المغولية. أقول لك بتنقسم إلى إيه؟ الإسكيمو، ودول اللي بيعيشوا في كندا وولاية ألاسكا في الولايات المتحدة الأمريكية، والهنود الحمر اللي بيعيشوا في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، وأخيرا جماعة التنجوس، ودول بيعيشوا في سيبيريا. يبقى كده دي السلالة المغولية. هناخد آخر حاجة اللي هي السلالة القوقازية. دي مميزاتها ايه؟ مميزاتها البشرة البيضاء الوردية، الشعر المتموج، الشفاه الرفيعة. نسبتها قد ايه؟ دي بتمثل 50% من نسبة سكان العالم. طيب، بتتوزع فين؟ بتتوزع أوروبا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، استراليا، آسيا. وفي أفريقيا بيتركزون شمال الصحراء الكبرى في الدول العربية زي مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب. طيب، أقسامها إيه؟ أكيد ليها أقسام زي السلالة الزنجية والسلالة المغولية.
طيب اقول لك اقسامها. مجموعة سكان حوض البحر الابيض المتوسط اللي بينتمي ليها العرب، اللي احنا بننتمي ليها، احنا من السلالة القوقازية. وكذلك اعداد كبيرة من سكان جنوب اوروبا زي فرنسا، ايطاليا، اسبانيا، اليونان. كل دي دول بتنتمي للسلالة القوقازية. في المجموعة الألبية وهم سكان غرب ووسط أوروبا. غرب أوروبا اللي هي مثلا زي أسبانيا والبرتغال، ووسط أوروبا اللي هي دول الوسط الأوروبي. تمام. في المجموعة النوردية الشمالية والتي ينتمي لها معظم سكان دول شمال أوروبا. يعني بالعربي كده القارة الأوروبية كلها مع دول شمال حوض البحر المتوسط، دول جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط اللي هو دول الشمال الإفريقي. كل دي دول بتنتمي إلى السلالة القوقازية. يبقى كده دي الثلاث سلالات ونسبهم في توزيع سكان العالم. طيب بالنسبة للسلالات دي في الوقت الحاضر، في الوقت اللي احنا عايشينه، لا يوجد في العالم سلالات نقية إلا في بعض المجتمعات البدائية. ليه؟ ممكن يجيب لي سؤال يقول لي بما تفسر لا يوجد في العالم سلالات نقية الآن إلا في بعض المجتمعات البدائية. هقول له بسبب انصهار السلالات واختلاط الصفات الطبيعية التي تميز كل سلالة عن الأخرى. طيب هتقول لي يا أستاذ إيه هي السلالات النقية اللي موجودة في الوقت الحاضر؟ أقول لك تعالى لي وأنا أقول لك. سكان غابات حوض نهر الكونغو وصحراء كالهاري في إفريقيا، دول سلالة زنجية قصيرة القامة لم تختلط بغيرها من السلالات وتعيش في مجتمعات بدائية إلى وقتنا هذا، ودي في طريقها للانقراض. في سلالة الإسكيمو، دي برضو من السلالات النقية. دي سلالة مغولية تعيش في صحراء التندرا الباردة شمال كندا في قارة أمريكا الشمالية. في كمان سلالة الهنود الحمر، دول سلالة مغولية تعيش في غابات وجبال قارة أمريكا الجنوبية. وفي أخيرا السكان الأصليون لقارة أستراليا وهم سلالة زنجية. طيب هيجي يقول لك برضه لا توجد دولة في العالم يتكون شعبها من سلالة واحدة. أقول له اديني يا عم مثال، أنت بتتكلم كده وخلاص. يعني إيه مفيش دولة سلالتها واحدة؟ ما تديني مثال يا عم، قول لي أمثلة من عندك كده. هيجي يقول لي الولايات المتحدة، دي شعبها طبعا بيتكون من سلالات مختلفة، لأن ما كانش في حاجة اسمها الولايات المتحدة لغاية اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح. فاكتشفنا طريق رأس الرجاء الصالح وبدأت الهجرة إلى العالم الجديد، وبذلك اختلفت وتنوعت السلالات في دولة الولايات المتحدة الأمريكية. ماشي. هاجي أقول لك السلالة المغولية، دول هما الهنود الحمر الذين يمثلون السكان الأصليين. هاجي أقول لك في السلالة القوقازية وهم السكان البيض القادمون من أوروبا. هاجي أقول لك السلالة الزنجية وهم القادمون عن طريق الهجرة الإجبارية من قارة أفريقيا. وأخيرا الدول العربية، والعرب هم مش من سلالة واحدة، فالأغلبية العربية من السلالة القوقازية، ولكن مع حدوث الفتوحات الإسلامية والهجرات على مر التاريخ حدث اختلاط بين العرب وبين البلاد التي تم فتحها، فاختلط النسب في السلالة العربية في شتى السلالات. طيب اللي احنا قلناه ده كله نستخلص منه ايه بقى؟ نستخلص منه ان السلالات البشرية اصلها واحد، ولكن تم تقسيمها على اسس ظاهرية حسب الشكل الخارجي وليس الشكل الجوهري. فلا توجد سلالة اكثر ذكاء مثلا من سلالة اخرى او اكثر منها على القدرة على العمل والابداع. تمام كده؟ تمام.
وبكده أكون أنا خلصت درسي النهاردة عن السلالات البشرية وتوزيعها في العالم، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله تعالى. ولا تنسوني في اللايك والشير والاشتراك على القناة حتى تعم الفائدة ويصل الفيديو إلى كل الطلاب داخل جمهورية مصر العربية. وبالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.